السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي البلدي في البيت بكل سهولة. طريقة سهلة جدا، يا رب تجربوها وتعجبكم. طبعا رمضان داخل علينا ونستعد بقى نعمل الزبادي بره بقت اصلا غالية، فنعملها في البيت احسن، اقتصادية وموفرة جدا جدا، مش هتبقى غالية بإذن الله. احنا هنا كده معانا 2 كيلو من اللبن على البوتاجاز. هنغلي اللبن ده بتاعنا كويس جدا، ياخد كده غلوة كويسة جدا جدا. تمام. احنا هنا كده بنقلبه كده علشان اللبن ما يفرش مننا على البوتاجاز، لان الحله جت صغيره شويه، فبنعمل كده علشان بس اللبن ما يفرش مننا. بس كده بعد ما اللبن غلى كويس هناخده بقى كده ونحطه في طبق فيه ميه ساقعه، علشان اللبن بتاعنا يدفى كده على طول. عايزين اللبن بتاعنا يبقى دافي زي دمعة العين كده زي ما بيقولوا. اللبن بتاعك يبقى دافي خالص، السخونيه اللي فيه دي كلها تروح. هنجهز بقى هنا كده اطباق، طواجن صغيره، كوبايات زي ما انت عايزه. تمام. بعد ما اللبن هنا كده بتاعنا دفي، انا عايزه اقول لكم بس الحته دي ما تصورتش، دي علبه زبادي بلدي بتشتريها. العلبه دي ممكن تعمل معاكي لحد 4 كيلو من اللبن. تمام. تعمل معاكي زبادي يعني. فاحنا هناخد علبة الزبادي دي ونفضيها على ال2 كيلو لبن بتاعنا، ونقلبه كويس جدا لحد ما نلاقيها كده دابت خالص. اللبن بتاعنا دافي فاتر كده. خلاص. قلبنا علبة الزبادي كويس جدا في اللبن، وبعد كده هنبدأ ان احنا نعبي الكاسات بتاعتنا او الطواجن بتاعتنا، زي ما هتعبي بقى الزبادي بتاعتك زي ما تحبي. خلاص. ولو وصلتي معايا هنا بقى في الفيديو متنسيش تعملي لايك للفيديو وشير للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة بتشوفيني. في اللحظة دي بقى كده واحنا بنعبي تشغلي فرن البوتاجاز علشان يدفى شوية، يبقى سخن كده طبعا لان الجو ساقعة، فعشان ما ياخدش وقت معاكي شغلي فرن البوتاجاز. خلاص. يسخن بس كده لحد ما نعبي الزبادي بتاعنا في الطواجن، وبعد كده هنطفي فرن البوتاجاز، مش هنسيبه قايد ولا حاجة. خلاص يبقى دافي كده. علشان نحط الزبادي في الفرن، هنسيبه في الفرن علشان يختم معانا ويبقى زبادي. خلاص كده زي ما انتوا شايفين كده. حابه انت بقى يبقى زبادي بالمربى، حطي كده معلقتين مربى كده تحت في الكوبايه او في الطاجن وانت بتعبيه، براحتك اللي انت عايزاه. لو انت حابه يبقى زبادي يعني بقى بطعم الفواكه وكده بالمربى زي ما بنشتريه من بره. هنعبي كده كل الكميه وارجع لكم تاني. بعد ما عبينا كده الكمية كلها هنغطيها بقى بالستريتش رول بتاعنا كده. خلاص هنغطي الصواني كده. زي ما انتوا شايفين احنا حاطين الاطباق والطواجن في صينيه علشان يبقى كده حاكمينها كويس جدا، ونعرف نلفها بالستريتش رول ده. وبعد كده هنحطها في فرن البوتاجاز طبعا بعد ما خليناه دافي زي ما قلت لكم كده. هنغطيهم زي ما انتوا شايفين كده، هما دلوقتي كده متغطيين بالستريتش اهو. وهنحطهم بقى في فرن البوتاجاز لحد ما الزبادي بتاعنا يختم كده معانا ويبقى متماسك. هنسيبه فرن البوتاجاز كده وهو دافي، احنا مش مولعين الفرن، احنا خلاص طفينا على الفرن، دفيناه بس. ونحط كده الصينيتين على بعض ونغطيهم بالاسترتش ونحطهم في الفرن 3 ساعات 4 ساعات زي ما يختم معاكي. تمام. بس وبعد كده هناخده نحطه في التلاجة. وعايزة اقول لكم ان هو يعني ختم، بس اول ما دخل كده يعني قعد بالظبط ساعتين 3 ولقيناه ختم زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي كان يعني هو كده بصوا عامل زي زبادي، لسه حتى ما دخلناهوش في التلاجة يتماسك اكتر، فاهميني؟ بس ما دخلوش في التلاجة غير لما يتماسك كده ويختم. ماشي. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، طريقة عمل زبادي علشان خاطر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعود علينا الايام بخير. ومتنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي لو اول مرة بتشوفوني. واي حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبولي، اي حاجة عايزين نعملها لكم اكتبوها لي في التعليقات. والسلام عليكم.